هيا وبسم الله يا جماعة. اليوم باش نضيفكم على باني بوتانسكا، مقرونة بوتانسكا على الطريقة التونسية. يلا نبداو. أنا اخترت باش نعملها بالطوماط سيريز، أنتم تنجموا تعملوها بالطوماط سيريز ولا طماطم العادية. بعد ما قطعنا طماطم نتعداو نقطعوا الثوم نتاعنا. الثوم مقطع بالسكين يعطيها بنة عالمية، خير من الثوم المرحي. الصوص نتاعنا ماهيش باش تاخذ منا برشا وقت. أول حاجة نسلطوا المقرونة نتاعنا. الصوص نتاعنا باش نطيبوها في مقلاة، وسرها يا جماعة في زيت زيتونة، ونضيفوا لها الثوم والفلفل الشايح، يتقلاو شويه مع بعضهم ونحطوا لهم الطوماط سيريز نتاعنا. الصوص نتاعنا بدات تخرج في ريحتها، بسم الله ما شاء الله. اول ما الطماطم نتاعنا تذبل شويه نضيفوا لها ملعقتين طماطم معجون، ونبداو في التتبيله نتاعنا. ملح فلفل اكحل تابل وكرويه، وبالطبيعه ما دام على الطريقه التونسيه نحطوا لها شويه هروس ولا هريسه عربي، نص كاس ماء ونخليها تغلي. لو اول مره تشوف فيديوهاتي انا الشيف ايمن تابعني. الصوص نتاعنا حضرت. اشنو ناقصها يا جماعه؟ ناقصها كبار، زيتون مقطع شرايح، وفلفل برا عبيد. يا الله. اخر شيء نضيفوا لها قليل من الثوم، ما نكثروش برشا في الصوص. وهكا الصوص نتاعنا جاهزه بنسبه 100%. يا جماعه توزويزه نشم فيها. واخر مرحله نحط المقرونه نتاعنا في الصوص. وتنجموا تستعملوا اي نوع مقرونه، سواء بيني سواء سباجيتي. رشه تن من الفوق وصحه بالشفاء للناس الكل. لو عجبتك الوصفه ما تنساش باش تتابعنا وتتفاعل معنا في التعليقات، وكتبوا لنا شنو هي الوصفه اللي تحبوا نقدمها لكم في الفيديو القادم. صحه بالشفاء للناس الكل.